مرحبا، كيفكم؟ أنا ندى وهاي قناتي ندوش. اتساءل بشكل كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي عائلة مقداد والطفلة المشهورة جنى عن موعد حجابها، خاصة انه عائلة مقداد وعدت الجمهور انه ما راح تنتهي سنة 2021 الا وجنى لبست الحجاب. وتساءل بعض المتابعين، هل جنى بطلت تلبس الحجاب ولا موضوع حجابها مسألة وقت وراح تتحجب بوقت قريب؟ لكن تفاجأ الجمهور انه احنا وصلنا لمنتصف شهر يناير من سنة 2022 ولحتى الآن جنى ما تحجبت، ولحتى الآن بتظهر في مقاطع الفيديو اللي بتنشرها عائلتها بشعرها. استغرب الجمهور انه جنى لحتى الآن ما لبست الحجاب، خاصة انه امها اكدت انه ما راح تنتهي سنة 2021 الا وجنى متحجبة، وهالشي اكدته امها السيدة مروة حماد ام الوليد واخوها المعتصم بالله باكثر من مرة من خلال خاصية البث الصوتي المباشر بتطبيق وولف. يعني هي السنة رح تتحجب؟ أكيد بإذن الله طبعا، وبحكي لكم قريبا جدا جدا. يعني هسه تسألوني السنة. حبيبتي فاطمة، كل عام وانتي بخير وإن شاء الله العمر. ونزلت عائلة مقداد أكثر من مقطع فيديو على قناتها عصومي ووليد بتهيئ الجمهور لهاي اللحظة اللي راح تلبس فيها جنى الحجاب، وقالت أكثر من مرة إنها بتحضر لمفاجأة كبيرة كتير حتفاجئ الكل بمناسبة حجاب جنى. وكمان نشرت مقطع قبل عدة أسابيع تجهيزات جنى للحجاب والملابس والهدايا اللي وصلتها. والسؤال اللي بيسأله محبي عائلة مقداد، متى رح نشوف جنى بالحجاب؟ بس احنا متأكدين انه جنى اكيد رح تلبس الحجاب، لانه هم عائلة متدينة والالتزام موجود عندهم، بس يبدو هم مأجلين الموضوع شوي لحتى تنتهي من الامتحانات النهائية عندها بالمدرسة. وجنى هي الطفلة الوحيدة في عائلة مقداد، وهي بنت محبوبة وكتير مهضومة، وإلها قناة خاصة فيها على اليوتيوب اسمها قناة عالم جنى، بتنزل عليها مقاطع متنوعة. واحنا بنتمنى كل الخير للطفلة جنى، وان شاء الله يكون تأخير لبسها للحجاب لخير. وبنهاية الفيديو ما تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وبشوفكم بالفيديوهات الجاية. سلام.